السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ احنا العنوان شديد على حضراتكم، لكن ما فيهوش اي اساءة لاي حد، لكن الكلمات ممكن تلاقيها جامدة. يعني لما نقول الام مدرسة وبعدين وانت اخبار امك ايه، فبص اللفظ عامل ازاي. لكن لو دخلنا جوه معنى الكلمة مش هنلاقي فيه اي اساءة من اي نوع. صباح الفل والياسمين على حضراتكم جميعا. لو تشوفوني بالنهار مساء الرضا والسرور على حضراتكم جميعا. لو تشوفوني بالليل، ومش معنى ان انت تختلف معايا في الرأي تدخل تتهجم عليا. ليه بقى؟ لان انا سبق قبل كده وقلت ان انت عنوان لاهلك، ولما اقول لك انت عنوان لاهلك انت مش قادر تستوعب الكلام، بتدخل وبتغلط اكتر واكتر. انا هنا ما بتكلمش على نوع الاساءة اللي انت بتقدمها ليا انا او بتقدمها لغيري. احتمال يكون انا برضو عندي ذنوب كتيرة، لان احنا مش ملايكة او انا مش ملاك، انا بني ادم، والبني ادم مننا خطاء. فاحتمال عندي ذنوب كتيرة في الدنيا، انا ما بتكبرش على ربنا، وربنا سخرك ان انت تشيل من عليا الذنب وتاخده وتبعت لي مكانه حسنات على العمل اللي انا بأديه لوجه الله تعالى. ولكن انا حزني وزعلي عليك انت، لان الانسان لما بيتعرض للعمل العام والعمل الاجتماعي وبيشوف الناس، انا ما كنتش متخيل ان في رجالة بالمنظر ده. الستات النهاردة ما بقاش عندها وقت لقال وقيل وقلنا وعملنا وسوينا. الستات اللي زمان كنا بنقول انت بترد وتعجن وتتكلم كتير وبتجيب في سيرة فلان وعلان، انت مالك كده بتعامل زي النسوان. النهاردة النسوان او الستات او الحرمة او السيدة ايا كان المعنى ما بقاش عندها وقت لا تقعد مع حد ولا تجيب سيرة حد. يا اما بتشتغل وشايفة بيتها بعد الشغل، يا اما شايفة بيتها وشايفة جوزها، يا اما شايفة عيالها. يعني وقتها مشغول ولسانها مربوط، الا من رحم ربي في برضو اقلية يعني ربنا يهديهم. لكن الحزن كل الحزن على الرجالة اللي بتطلع تشتم. ازاي انت بتشتم والالفاظ السيئة دي موجودة على لسانك، طبعا ساكنة جوه قلبك، ما عندكش انت فرصة تدخل حاجة نظيفة جواك، فانت عنوان لاهلك. يعني ايه انت عنوان لاهلك؟ يعني انا عمري ما هكون تربية راجل سوي وتربية ام محترمة وفي الاخر اطلع اهين ولاد الناس. انت بتهين ولاد الناس لان انت انسان مهان اصلا، والانسان المهان تربية اب وام مهانين. شوف انت تعليقك بتجيب الاهانة لابوك والامك واللي خلفوك، وانت مجرد كلمتين كتبتهم لاي يوتيوبر او اي حد على السوشيال ميديا انت دخلت وشتمت. انت كده فشيت الغل اللي جواك. انت تبقى محترم اكتر لو اختلفت معاه في الرأي، وده اللي انا بنتظره وفعلا بلاقيه من اصدقاء كتير في مصر وخارج مصر وفي الجزائر وفي المغرب والسعودية والكويت ومش هعد الدول. ولكن في كتير قوي حتى اللي ما بيلاقيش مساحة تحت الموضوع هيبقى باستفاضة، لان هيدخل في حاجات تخص اسرته، بيخش لي على الواتس وبيتناقش معايا وبيبعت لي رسائل صوتية وبنوصل لحلول بأمر الله تعالى. أنا بتعلم منكم الأدب والفضيلة، لكن مش هتعلم منكم الوساخة وقلة الأدب. والكلام مش لكل الناس، الكلام أنا قاصد بيه ناس معينة مفيش وراها غير سفالة. ليه؟ أنت اختلفت معايا في موضوع معين، ادخل اتكلم معايا وقول لي أنا مختلف معاك في الشيء الفلاني، هتلاقيني بتجاوب معاك. احتمال فعلا اكون انا حاجة عدت مني، اتعلم من حضرتك وارجع في كلامي. وانا عندي من الشجاعة اللي مش ارجع في كلامي، انا عندي من الشجاعة اللي ممكن اعترف بخطأ عندي في التعبير او في توصيل المعلومة. ولكن انت داخل ما يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجة. انا اتكلمت امبارح واول امبارح عن المملكة العربية السعودية، وقلتها بصريح العبارة: انا بحب المملكة العربية السعودية، انا بحب الكويت، انا بحب الامارات، انا بحب الدول العربية. ولكن الكلام كان يخص المملكة العربية السعودية واي احداث دائرة داخلها. طيب انا بحب، سعادتك بتكره، ادخل قول لي لا انا بعترض معاك او بختلف معاك لاني انا حصل معايا 1 2 3.
هقول لك لا والله انت غلطان في كذا او انت صح في كذا، وهنا ده نقاش صحي جميل. في ناس تانية بتدخل تقرا التعليقات دي وبتتعلم، وانا بدخل اقرا تعليقات تانية وبتعلم، ولغاية اخر لحظة في عمرنا وهننزل التراب بنتعلم. طالما فينا نفس وفينا روح بنتعلم، لان الدنيا بتتغير. مش اللي احنا اتعلمناه زمان هيفضل معانا لاخر يوم في عمرنا، لا، التكنولوجيا والمعلومات والانفتاح والدنيا اللي احنا فيها والوتيره والسرعه، كل ده بيتغير، فلازم هنفضل نتعلم. واللي يقول انا خلاص اتعلمت فده قمه الجهل بالنسبه لك. فانت داخل كاره تقول انا كاره عشان 1 2 3 زي ما قلت لحضرتك. لكن لمجرد ان انت تختلف مع خالد ابن ماهر او تختلف مع فلان ايا كان الاسم اللي احنا بنتكلم عليه، تدخل تتهجم عليه وعلى اسرته، فانت بتدي عنوان لاهلك. وانا لما برد احيانا في تعليق كده ممكن خلاص فرض نفسه عليا تعليق قليل الادب وسافل، فواحد بيشتم مثلا يقول لك انت كذا، خليه بيشتمني انا، وانا اتشتمت كتير لما قلت رايي في المقاومه او الكلام اللي بيحصل في فلسطين واهالينا اللي بيتذبحوا عمال على بطال. فانت داخل بتشتمني، فانا برد لك الشتيمه بطريقه مهذبه، يعني بتقول لي انت كذا او انت ابني كذا، فانا برد بقول له ايه بقى؟ بقول له ايوه فعلا، ما انا زيك وزي ابوك وزي امك وزي اللي خلفوك، وخلونا نشوف تعليقك اللي هو عنوان لتربيتك الواطيه. شوف الكلام اللي انا قلته ما فيهوش اي اهانه، خلي بالكم، لا ده انا بالعكس، ده انا رديت له الاهانه اللي هو بيقولها. ده لو لسه الفيسبوك ما حظرهوش وعمل له اغلاق لصفحته مؤقت او دائم حسب الجرم اللي هو ارتكبه في التعليق، تبص تلاقيه داخل بيتنطط تاني. ايوه هو ده اسلوبكم يا مصريين في النقاش، لما حد يختلف معاكم. انت اختلفت معايا في ايه؟ ده انت داخل بتوجه لي سباب واهانه وشتيمه. هو انت هنا اختلفت معايا في تعليق او في موضوع؟ بالعكس، ده انت داخل عنوان، وهعيدها للمره المليون، انت عنوان لاهلك، انت بتمثل اهلك. وانا الحمد لله رب العالمين انا عمري ما اختلفت مع حد ودخلت شتمته، او انا ما بعرفش اشتم بمعنى اصح. ما انا في مواضيع كتير قوي انا بتفرج عليها ما بتعجبنيش بقلب، بكل بساطه بقلب. والسوشيال ميديا مليانه من السفاله، يعني حضراتكم عارفين، يعني من السيدات وبالاخص البث المباشر واللايف اللي بيتفتح والشحاته اللي بتشتغل وقله الادب من جنسيات كتيره مش من جنسيه معينه. فتبص تلاقوا بقلب في سفلات بتحصل، بقلب، لان انا مش هوجه اهانه هتفضل محطوطه لي في ميزان سيئاتي الى اخر يوم في عمري، الى ان اقابل وجه كريم. نكتفي بهذا القدر من موضوعنا النهارده. الام مدرسه، وانت امك ايه اخبارها؟ يعني ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب، على ان نعاود بكره ان شاء الله تكمله الموضوع، واشوف وشكم بخير. السلام عليكم.